بجد هتحبهم طعمه لو عملتوه. طعمه جميل بالجبنة. طعمه بجد خطير. قمت من النوم ملقتش عندي عيش، هات شوية دقيق وشوية مية مغليين وتعالي يلا نشوف هنعمل أحلى عيش ازاي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. كتير بنتفاجئ ان احنا مفيش عندنا عيش، فالموضوع سهل وبسيط وهنحله بطريقة سهلة جدا. شوية دقيق، كل اللي احنا هنحتاجه النهاردة شوية دقيق وشوية مية مغلية بس. تمام. هعجن العجينة بتاعتي بمية مغلية بس، وهوريكم شكل العجينة عامل ازاي وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنقلب طبعا بحاجة زي دي لغاية ما العجينة تهدى شوية، لأن المية سخنة كتير زي ما قلتلكم. وبعد كده نستخدم ايدينا. هنعجنها كويس. هشكلها ونبدأ نخبزها على طول عشان هي مفيش فيها خميرة ولا أي حاجة. هركنها بقى على جنب لغاية ما اخلصهم وبعدين نشوف هنعمل ايه. دي الكمية بتاعتنا اهي. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. طاسة على النار وهنحط فيها الزيت وهنسيبه لما يسخن، وبعد كده ننزل بالعيش بتاعنا واحد ورا التاني.
شايفة الجمال ده شكله بعد ما عملناه، وطعمه جميل جدا، حاسس ان انت بتاكلي فطير مشلتت، مش مشلتت بس نفس الطعم. شايفة العسل؟ عملنا شوية عيش حلوين من غير خميرة، من غير عجن كتير، من غير فرد كتير، ومش في البوتاجاز، لا على البوتاجاز، وطعمه احلى من كده مش هتلاقي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، لو عجبتكم ياريت متبخلوش عنها بلايك، مشاركة للفيديو، مشاركة في القناة. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.